كان لازم نتكلم فيها ونتكلم فيها كتير. موضوع جد. اللي هو موضوع جده. اللي حصل ده يندرج تحت الجرائم الجنائيه. يعني اللي حصل من مجلس اداره نادي الزمالك والذي يسال عليه مجلس اداره نادي الزمالك في قضيه جده يندرج تحت الجرائم الجنائيه. ما ينفعش النهارده ان نادي الزمالك ونادي مفترض ان هو نادي كبير يقوم بتزوير عقد لعيب ويكتب له المبلغ. يعني لو ان نادي اكمل بس لو ان نادي الزمالك خالد مش تزوير. لا مش تزوير. اسمع بس اسمع. هو اللاعب مضى ماشي، بس هو قالوا ان هو خد الفلوس وهو ما خدهاش. لسه هكملك. بس هي دي كده يعني هو مضى. عشان كده لو كنت سمعتني، لو ان نادي الزمالك قدم العقود بيضه بامضته لا وهو مضى، وكان المفروض كان ممكن يقول المفروض ياخد فلوس كمان يومين وهو رفض مثلا، ما كتبتهاش، لكن هو ما خدهمش. في النهايه هو قبل التعاقد مع نادي الزمالك وان احنا كنا هنتفق على الفلوس بعد كده. ولكن يحط له 1.5 مليون في وصل امانه، 1.2 مليون والمليون 200 ولك استلامهم وطلع